واعتداء من نوع جديد في البحرين، وهذه المرة في إحدى المدارس الخاصة بالبنات، والتي سجلت اعتداء من قبل المجنسين على الطالبات ومحاولات دهس البعض منهن. تلك الحالة لم تكن الأولى، بل أنها كانت سلسلة من الاعتداءات تؤشر تمادي السلطات وتهاونها مع تلك الشريحة. المدرسة مؤسسة تربوية يتلقى فيها الطلبة التعليم ويعيشون في أمن وأمان داخل الحرم المدرسي، أو هكذا يفترض أن تكون، إلا أن المدارس اليوم في البحرين لم تعد كذلك. فما حصل صباح هذا اليوم في مجموعة من المدارس من اعتداء على الطالبات بالضرب والشتم والدهس من قبل مجنسين يعطي صورة واضحة عن وضع المؤسسة التعليمية في البحرين، حيث تلقى أهالي الطالبات في مدرسة سار الثانوية للبنات اتصالات استغاثة بعد أن هجم مجموعة من المجنسين من خارج المدرسة على الطالبات وبإشراف مديرة المدرسة التي سمحت لهم بالدخول. جاءوا جلس عدوا على الثلاث بنات ضربوهم. المديرة قامت ايش سوت؟ خلت السنة كلهم والجلس كلهم خلتهم بحجرتها وحجرة المساعد رقم 1. فبعدين بدأوا يعتدون علينا، بدأوا بالضرب، بدأوا يسبون وبدأوا يسوون ده كله، حتى لدرجة انه ولا امر شاك سير وقام يضرب مربعة، يعني عصا طويلة، كل شيء، حتى سكين جابه. وبعدين 5 بنات برا دعموهم سيارة. كما قامت إحدى المجنسات بمحاولة دهس مجموعة من الطالبات بسيارتها خارج المدرسة، مما أدى إلى نقلهم إلى المستشفى فورا. يجي واحد يتون عليه نفسه ولي أمر يحمل العقال ويضرب البنات وبعدين يمد ايده عليهم يلمسهم. ولي أمر ورجل مو صغير في السن، تراه كبير في السن فوق 50. وقد عانت المدرسة مسبقا من المديرة التي قدمت بلاغا خاطئا لوزارة التربية عن عاملات المقصف المدرسي اتهمتهم بالاعتداء على طالبات مجنسات في المدرسة، وقد تم فصلهم عن الوظيفة من غير تحقيق في الأمر. طردوها وتعدوا عليها وهي بنت خالي وبنت خالي الثانية. ليش الظلم؟ ليش الظلم؟ 80 دينار تستلم وزوجها ضرير ما يشوف، لا شغل ولا شيء، عندها أولاد 3 أولاد، يعني وين هذا الظلم؟ ليش يعتدون عليهم؟ وليش يشوفون سمعتهم؟ ما حصل اليوم هو جزء من اشتباكات عديدة تحصل في البحرين في عدة مناطق تحت شعار الطائفية، إلى أن الواقع يقول إن ما يحصل هو اعتداء من قبل مجنسين ولا علاقة للطائفية كما يروج عنه.